بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معك عبد الرحمن طلبة أساتذة الجغرافيا. حبايبي أولى إعدادي، الفيديو اللي فات كان طبعا عن الجغرافيا. المرة دي هنزلكم بقى أول فيديو عن التاريخ. أول درس عندنا اللي هو الحياة الاجتماعية. يلا بينا. قبل ما نعرف يعني إيه الحياة الاجتماعية، في عندك مقدمة بتتكلم عن إيه. المقدمة ديت بتقول لك إن المجتمع المصري منذ بداية نشأته، المقدمة عندك بتقول إن المجتمع المصري كان حريص على الوحدة والتماسك، يعني إن المجتمع المصري كان عايز يكون حاجة واحدة. طب ليه؟ لأن الوحدة والتماسك هما أساس التقدم زائد الازدهار، يعني عشان نكون متقدمين زائد إن إحنا نكون مزدهرين لازم يكون حاجة واحدة، لازم نكون متماسكين. طب علشان نطبق الكلام ده لازم يبقى فيه قانون يقيس حد عن حد، ولذلك المصري القديم كان حياته مستقرة لأن كان في حاجة اسمها قانون. خلي بالك، القانون بيعمل على ضبط المجتمع. المجتمع الذي بلا قانون بيبقى زي الغابة، القوي بيجي على الضعيف. فخلي بالك، القانون بيظبط حياة الفرد أو بيجعل الاستقرار داخل المجتمع. يعني إيه بقى الحياة الاجتماعية؟ طبعا الحياة الاجتماعية تعني العادات والتقاليد اللي المصري القديم كان متمسك بيها. خلي بالك، في المأكل والمشرب والمسكن والملبس، اللي هي بيسموها مقومات الحياة، الأربع ميمات: مأكل، مشرب، ملبس، مسكن. كل طبقة كان ليها عادات وتقاليد في الأربع حاجات دي. يعني إيه بقى طبقة؟ مجموعة من الناس بتجمعهم مصالح وأهداف مشتركة. يعني هتلاقي الحضارة الفرعونية كانت مقسومة عندي إلى 4 طبقات: الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الثالثة، الرابعة. الطبقة الأولى كانت مكونة من الفرعون بس، الفرعون وأسرته، ودي طبعا اللي هي الطبقة الحاكمة أو السلطة الحاكمة. نيجي بقى للطبقة الثانية، مكونة من الوزير، الكهنة، الكتبة، زائد حكام الأقاليم، الناس اللي هي كانت بتساعد الفرعون في الحكم. خلي بالك، عندك بقى الطبقة الثالثة اللي هي صغار الموظفين زائد أصحاب الحرف. أما الطبقة الرابعة بقى اللي هي عامة الشعب أو بيسموها الطبقة الدنيا، ممثلة في عمال الزراعة زائد الحرفيين زائد الرعاة. الرعاة دول اللي هم بيرعوا أغنام. نقطة بقى، الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة متشابهين في إيه؟ متشابهين في الصناعة، لأن الطبقة الثالثة كان فيها أصحاب الحرف متميزين، أما الطبقة الرابعة عندك الحرفيين. خلي بالك. نيجي بقى لنواة المجتمع. أي مجتمع بيتكون من أسرة، أسرة جنب أسرة جنب أسرة، عملوا قرية، القرية بقت مدينة، المدينة بقت إقليم، الإقليم بقت دولة. إذا البداية أو النواة هي الأسرة. طب الأسرة تتكون من إيه؟ تتكون عندك من 3 حاجات: الأب، الأم، الأبناء. طبعا الأب والأم والأبناء كل واحد فيهم له حقوق وله واجبات. خلي بالك، يعني مثال على ذلك: الأب إيه كان واجباته؟ طبعا هو مديلك رعاية الأسرة ويحمي الأسرة زائد يوفر ما تحتاجه الأسرة. طب إيه حقوقه؟ له حق الطاعة، له حق التقدير، له حق الاحترام من زوجته وأبنائه، يعني نسمع كلامه ونطيعه والكلام ده كله. حلو حلو. بقى للأم، طبعا الأم برضو لها حقوق ولها واجبات، بس خلي بالك الأم لها أكتر من دور، بس أهم دور للأم اللي هو دور الطبيعي اللي هو تربية الأبناء، زائد إن هي بتشرف على شؤون البيت، بتنظف، الكلام ده كله صح، بتساعد زوجها كمان. بالنسبة للمرأة طبعا كان لها أكتر من دور، عندك مثلا دور سياسي، لها دور عسكري زي الملكة مثلا حتشبسوت أو إياح حتب، فاكرها في الترم الأولاني. دي واجباتها اللي تشرف على شؤون بيتها، بتنظف، بتربي العيال وبتساعد زوجها. طب ايه بقى حقوقها؟ قال لك لها حق الوراثه، لها حق الشهاده، لها حق التعاقد والبيع والشراء. تعاقد والبيع والشراء اللي هي تتاجر والكلام ده كله. اما حق الوراثه اللي هو مثلا زوجها مات، ابوها مات، لان هي تورث. اما بقى حق الشهاده ان هي تشهد في محكمه، او لو حد مثلا طلب الشهاده بتاعتها ان هي لها حق ان هي تشهد عادي. حلو حلو. نيجي بقى للابناء. الابناء طبعا لهم حقوق ولهم واجبات. الواجبات بتاعتهم ان هم يحرص على التفوق في الدراسه ويحترموا والديه ويساعدوا في الاعمال، زائد ان هو بعد ما والديه بيموتوا بيرعى قبور والديه. نيجي بقى لحقوق الابناء. طبعا الابناء لهم حق التربيه والتعليم، حق التربيه والتعليم، بس خلي بالك التعليم هنا مش مقتصر بس على المواد العلميه، لا، بيتعلم كمان الاخلاق الحميده، الحاجات الكويسه، ان هو ينشا نشاه صحيحه. خلي بالك. العلاقات بقى الاسريه بين الاب والام والابناء. قال لك الطبيعي ان المصري القديم يعتني بزوجته ويحرص على اسعاد زوجته ولا ينازعها، يعني ما يتخانقش معاها، ويعاملها بكل رفق وحنان، زائد ان الزوج يساعد زوجته في المنزل لو الامر اقتضى. خلي بالك، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام كان دايما بيساعد زوجاته في اعمال المنزل. يبقى معنى كده ان الراجل لما يساعد زوجته في اعمال المنزل مش معنى كده ان هو مش راجل، لا بالعكس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو اشرف خلق الله كان بيساعد زوجته. المصري بقى كان عايش فين؟ قال لك كان عايش في مساكن. المساكن دي كانت تبنى من الطوب اللبن، كل طبقه كان ليها شكل معين من المساكن، يعني المساكن العامه غير مساكن الاغنياء غير قصر الفرعون. بس في نقطه، الشبه ما بينهم الثلاثه هو ان الثلاثه معمول من الطوب اللبن، يعني مواد البناء. حلو حلو. مساكن العامه بقى بسيطه جدا، قال لك عباره عن حجره او حجرتين، طابق او طابقين،
اما بقى مساكن الاغنياء احسن حالا شويه، يعني افضل شويه، يعني قال لك اكثر اتساعا، فيها حدائق، زائد ان جدرانها متزخرفه بقى ومنقوشه والكلام الجميل ده. طب بالنسبه بقى لقصر فرعون، قال لك كان بيضرب له المثل في الفخامه والاتساع، يعني مفيش زيه. حلو حلو. طب المساكن دي هتكون من جوه فاضيه؟ اكيد لا، المساكن دي في حاجه اسمها اثاث. ايه الاثاث؟ اللي هو العفش بتاع البيت. قال لك الاساس برضو اختلف من طبقه لطبقه. ليه؟ حسب برضو مستوى المعيشه، يعني الاساس بتاع الغني غير الاساس بتاع المساكن العامه غير بتاع عصر فرعون. حلو حلو. طب ايه الاساس اللي هو كان موجود؟ عندك حاجه اسمها الاسره اللي هو السرير، الوسائد اللي هي المخده، المقاعد اللي هو الكراسي، عندك في حاجه اسمها الصناديق الخشبيه. ايه الصناديق الخشبيه؟ اللي هو بدل الدولاب، يعني ما كانش عندهم دولاب، كان عندهم حاجه صندوق كده يقوم حاطين فيه اللبس بتاعهم. زائد الموائد اللي هي الترابيزه، عندك اوعيه الطعام والمياه. اوعيه الطعام اللي هي زي الحله يعني، اما اوعيه المياه اللي هي زي الشفشه اللي احنا بنشرب فيه ميه. الناس دي كانت بتمشي كده من غير لبس؟ لا طبعا، برضو كان بيلبسوا. بس في نقطه بقى، هل الطبقه العامه بتلبس زي الطبقه الاغنياء زي الفرعون؟ لا طبعا، اختلفت برضه ملابس المصريين. طب الناس بقى العاديه كانت بتلبس ايه؟ الملابس العامه قال لك كانت بتلبس ملابس مصنوعه من الكتان. طب الناس بقى الاغنياء والفرعون لا، الفرعون والاغنياء بيلبسوا بقى من الحرير، بيلبسوا حرير. الحرير ده كان بيجي لنا منين؟ قال لك بيجي لنا من فينيقيا اللي هي سوريا حاليا. كانت الملابس دي بتطرز بالذهب والفضه. يبقى اذا الناس العامه بيلبسوا ماده خام محليه، اما الفرعون والاغنياء بيلبسوا ماده خام مستورده، لان الحرير ما كانش موجود عندك، الحرير بيجي من فينيقيا، خلي بالك. ايه الزينه بقى اللي هي الاكسسوارات بقى اللي هم كانوا بيلبسوها؟ قال لك المصريين كانوا بيحبوا التزين، كان العقود اللي هو السلاسل، الاقراط اللي هو الحلقان، زائد الاساور اللي هي زي الانسيال كده، زائد العطور البرفانات بقى يا باشا، والامشاط عشان الشعر والكلام ده كله، زائد ان المصريه كانت بتحط حنه او كحل، زائد الخواتم. نيجي بقى للعادات والتقاليد اللي هو اصلا موضوع الدرس بتاعك. قال لك العادات والتقاليد اختلفت حسب الموقف. يعني ايه؟ يعني مثلا الطعام كان المصري القديم بيتناول 3 وجبات زينا، فطار غدا عشاء، زائد ان هو كان بيغسل ايده قبل الاكل وبعد الاكل، مش معفن يعني. زائد ان المصري القديم في اول الامر كان بياكلوا على الحصير، بياكلوا على الارض. ثم بعد ذلك عرفوا حاجه اسمها الموائد المنخفضه. ايه الموائد المنخفضه دي؟ اللي هي زي الطبليه دلوقتي. ثم بعد ذلك بدا ياكلوا على الموائد المرتفعه اللي هي زي ترابيزه السفره اللي هي في الوقت الراهن. حلو. بالنسبه لاداب الزياره، يعني انت مثلا عايز تزور واحد فرعوني زيك مثلا، هتعمل ايه؟ لما يروح البيت عشان يخش، قال لك لا، ده كان بيستاذن كمان قبل ما يخش البيت. يعني مش صاحبه كده لما يخش يقول لك يا فلان يا علان انا داخل، مش الكلام ده. الناس دي كانت بتستاذن قبل ما يخشوا البيت. المصري بقى القديم هل حياته كلها عباره عن جد وكفاح ومش عارف ايه وبتاع وطالع ونازل؟ لا طبعا. قال لك برضو ان مصر القديم كان في حياه جد وكفاح، زائد ان هو كان يعني بيستمتع بحياته. قال لك المصري القديم كان بيتبع بعض الاساليب للترويح عن نفسه، يعني اللي هو بقى هاف فن كده، تمام؟ زي بقى الراجل ده كان بيصطاد، كان بيلعب العاب رياضيه، كان بيعزف موسيقى، زائد ان هو بيغني. بالنسبه لرياضه الصيد، قال لك المصري القديم كان بيصطاد برا وبحرا وجوا. برا اللي هو الاسود والغزلان، بحرا الاسماك، جوا بقى اللي هو البط زائد الحمام. طب بيصطادوا بايه؟ قال لك كان بيصطادوا بعصا الرمايه، زائد الحربه، زائد الشص اللي هي الصناره، ثم الشباك اللي هو الشبكه اللي هو بيرموها في الميه. طب الالعاب الرياضيه بتاعتهم عندهم كانت مخصصه، يعني العاب الرجال غير العاب الاطفال غير العاب النساء. يعني مثلا الرجال بحكم بقى القوه كده كان بيلعبوا العاب فيها خشونه شويه، زي تصويب على كتله خشبيه معاه مثلا سهم وقوس ويبدا ان هو يصوب على كتله خشبيه، او المصارعه يخبطوا في بعض، المبارزه سيف وكده، رفع الاثقال بقى وباور بقى وجيم وكده، زائد ان هو بيعمل حاجه اسمها التحطيب ده اللي هو واحد ماسك خشبه والتاني برضه ماسك خشبه، ويبداوا يضربوا في بعض ويشوف مين اللي هيوقع الخشبه من التاني. زائد ان المصري القديم مش بس كان مقتصر على الالعاب اللي فيها القوه، الراجل مثلا ما بيلعبش الالعاب اللي فيها القوه بس، قال لك كان برضه بيلعب العاب فيها برضه ذكاء وتفكير زي الشطرنج. نيجي بقى للنساء. طبعا النساء كانوا بيلعبوا لعبه اسمها تقاذف الكرات. ايه تقاذف الكرات ديت؟ تلاقي ام امون قاعده هنا، وام رع قاعده هنا، وام حتحور قاعده هناك، وتبدا ان هي خد يا ام حتحور، اتي يا ام رع، خد يا ام امون، وهكذا. نيجي بقى لالعاب الاطفال، قال لك بيلعبوا لعبه اسمها العصا والطوق، اللي هي عصايه كده وسيركل او بتاع دايره كده، ويبدا ان هو يرمي البتاع ديت في العصايه. زائد كان بيلعبوا حاجه اسمها اخفاء الوجه، اللي هي استغمايه دلوقتي يعني. نيجي بقى الموسيقى. طبعا المصري القديم كان بيحب الموسيقى وكان بيعزف الالات زي المزمار وزي الطبول. طب الموسيقى بقى مصاحبه للغناء. قال لك المصري القديم كان بيغني سواء بموسيقى او بدون موسيقى. الاغاني ممكن تكون فرديه او جماعه، يعني يغني لوحده او يغني مع جروب او جماعه.
اما الاغاني كانت متنوعه، يعني بيغني اغاني وطنيه اللي هو حب الوطن وكده، برضه بيغني اغاني شعبيه زي المهرجانات في الوقت الراهن، وبرضه كان بيغني اغاني دينيه اللي هو بقى حب الاله والكلام بتاعهم ده. طب الاعياد بتاعتهم، قال لك الاعياد بتاعتهم كانت مختلفه. يعني ايه؟ قال لك الناس دي كان عندهم 5 اعياد، زي اعياد اجتماعيه، اعياد دينيه، اعياد سياسيه، اعياد عسكريه، واعياد اقتصاديه. اولا الاعياد الاجتماعيه زي عيد الربيع وعيد راس السنه. اما الاعياد الدينيه اللي هو عيد اله امون. اما الاعياد السياسيه عندك اللي هو عيد جلوس الفرعون على العرش. خلي بالك بقى العيد السياسي ده متغير، يعني مثلا الملك اتغير فيجي ملك تاني، الملك التاني مسك في يوم تاني، فاهم؟ فالاعياد السياسيه كانت متغيره. اما بقى العيد العسكري اللي هو عيد النصر لما الجيش ينتصر على الاعداء، خلي بالك، وبرده ده متغير. اما العيد الاخر هو الاقتصادي بقى، العيد الاقتصادي اللي هو خاص بالانشطه الاقتصاديه اللي هي زي الزراعه. طبعا الاعياد الاقتصاديه ممثله في عيد فيضان بذر حصادي، لما الميه بتغمر الارض هنا بيحتفلوا، او لما بيحطوا البذره برده بيحتفلوا، لما بيحصدوا البذره برده بيحتفلوا. وبكده اكون خلصت الدرس بتاعنا، واستنوني ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.